إيقاف سمارة إيقاف سمارة صدمك ولا؟ فكر النهار هذاك أكيد. دارهم هما اللي اختاروا يقاطعونا، فهمت؟ وليت نخدم بيه أنا سمارة. سمعت إنه فما غنية فري سمارة تسجلت. صوتك وينه؟ كلمنا عليه أحد. دارهم قالوا لك ما عادش تعمل تغني في سمارة. بعث له فوكال، قلت له خويا راي قلة احترام، وانت اللي كلمتني راك، لا كلمتك لا درت بيك ولا طلبت منك الفيت ولا حد شيء. معاملتي الفنية كانت مع لوسا مش مع سمارة، فهمت؟ انا حتى بقيت بحذاه وين ما طلبتش منه حتى بالفضل كيفاش نغني انا وياه غنية، فهمت؟ غير مرغوب فيا ممكن، حسيت وليت نحب نمشي، غير عطيني نمشي. قعدتوا 23 يوم في حبس. مش جيدة جملة الإقامة، جريري موس من غير غلاف، عرفت؟ وماكلة بالدواء، تاكل ترقد، غادي تضربنا الكل. أنا تصير فوضى في تركينا في البلاصة هذه، يدخل يضربوا الناس الكل. انت قديش فلوس متاع الحرقة وقتها؟ العام هذاك مشيت ب2.5 ملايين. 2.5 ملايين باش بت في جرية موس وكليت تطريحة في وكليت ماكلة بالدواء. كيفاش حالتك يروح؟ سكرت على روحي وقعدت عملت شيء، ما حبيش نعمل حتى شيء. بابا وامي طلقوا عمري عام، نحبه برشا بابا وكل، لكن حضورا في حياتي ما كانش موجود صراحة. كنت نقرأ نكمل قراية أنا العشية، نمشي نخدم لنص الليل، هذه ساعة في ريستوران وصغير. نحكي لك من عمر 15 قديش تخلص؟ أول مرة خلصت 2500 3000 فرنك من عند الدار. كي العادة خديت الفلوس. أمي باعت ذهبها المرة هذه باش عطات. باعت ذهبها. دخلنا اليونان، شدونا في اليونان، هزونا غادي، ضربونا برشا، كسرونا عظامنا، عملونا برشا ضرب، برشا ضرونا بدوناتنا بالضرب، كسروا لي ضلوعي انا. شوف انت براكاوك قالوا لك الباسبور. فكولي فكان. وقديش رجعت الباسبور؟ 1000. منين جبتهم؟ انت خرج ب500 وصار في 200. مرحبا بكم في بودكاست انعكاس. نجم تشتركوا في القناة يوصلكم كل ما هو جديد. فرحان برشا باش تستقبلوا بحذايا. ماركو مرحبا بك. عسلامة، شو احوالك؟ لاباس الحمد لله، صحة بخير الحمد لله. برشا موزيكا الفترة الأخرى. ألو آخر ما هبط. اوكي. فرحان صعب النسق ولا ليه؟ أكيد جدا، نخدم برشا ديما، فهمت؟ بطبيعتي ما نعمل شيء في الدنيا، فما عندي شيء يعني في الدار وموزيكا ونخدم ولد المدرسة كلي نهبط برشا موزيكا. أكيد. ومحال الريتم هذا ما كانش عندي برشا قبل، خاطرني ديما كانت عندي صعوبات أكثر في الإنتاج. أما كل ما يتعدى الوقت أكثر كل ما نزيد نسهل فيه على روحي أنا في تصويري وفي برشا حاجات. شو اللي ماشي وشو اللي مش ماشي بالنسبة ليك في المرحلة الحالية؟ اللي في الموسيقى اللي نخدم في الموسيقى اللي ماشي، اللي الحاجة اللي تتحس، اللي تتغنى، اللي فيها موضوع. مش وش هي الصعوبات؟ صعوبات في الإنتاج. أكيد. علاش فما غنيات يوصلوا 3 ملايين 5 ملايين 8 ملايين وفما غنيات 125,000 130,000؟ كان جيت تلاحظ هذه اللي تاخذ حقها في الخدمة أكثر، واللي تاخذ حقها في كليبها وفي تصويرها وفي تسويقها، هي اللي تمشي لي أكثر، فهمت؟ وأنا ما نجمش نعملها مع كل إنتاج نعمله، خاصة كي باش نهبط ديما لازم نضحي بتراكات، وتراكات نعطيهم وقتي ونعطيهم جهدي. باش تفسر ماركو إنه ساعات فما موسيقى كي تهبط ساعات ما تتصورش وتعمل ملايين الفيديوهات معناتها. صحيح. اللوديو يكون قوي في حد ذاته. الحكاية هذه الموضوع اللوديو راهو كي توصل تجي تشوف تصير في شين كبيرة تولي فيها مليون أبوني أكثر، تولي فما قاعدة جماهيرية تستنى باش تسمع فقط، مش باش تكتشفك، فهمت؟ كفنان في المرحلة متاعي مازالت برشا ناس تكتشف فيه. أنا ما نخبيش على الناس، ما حكيت عليك
وقتها كان معايا فرانكو وانت أوكي. معناتها تغششت شويه آه. فيها بيس نوضحوا. كنت نتوقع انه اكثر، طالب منك اكثر. لكن في المرحلة اللي أنا فيها تو هادي وحسب الإمكانية اللي عندي ما نسمى نعمل في حاجة راهي تسمى حسب اللي ممكن إمكانياتي. مني أنا طماع، باهية. حتى أنا طماع، تعرف نتمنى حتى أنا نشوف النوامر اللي حكينا فيهم هذوكم اللي أنا نحب نراكب 40 وال50 وال30 أوكي. أنا هذا ما يمنعش اللي راني نرجع عندي تراكات نرى فيهم أنا في 30 وفي 40 مخبيهم محراهم نطيشهم كما يجي. فهمت؟ تعرف وقتش نجم نقول أنا بالنسبة لي أنا فنان نضرب معناتها وقت اللي الناس اللي مش يسمعوا راب، الناس اللي مش تحل يوتيوب تولي تغني لك في أغانيك. اللي يدخل الدار، اللي يدخل الديار، اللي يدخل الديار، اللي تلقى في التاكسي حاطه، في الدار حاطه، اكل غناية الهيد. انت تبارك الله عليك عندك كل المقومات وعندك نجاح، شبيك مش سيرك باش تعمل 8 ملايين وعامل 8 ملايين الحمد لله. اما كل هيد عرفتك اللي تقول نعرفش انا سمارة أورورو إيالي محسن مضمن ان شاء الله ان شاء الله. كما حكيت لك هذه ما يمنعش نجم تكون راهي مخبيه في الريبرتوار عندي وجست تو مازالت ما هبطتش. انا عندي اكثر من 70 اغنيه حاضره مش هابطه معناها في بالبي سي وتليفوني، ونحضر برشا ديما نسجل انا في الموسيقى. تكتب وحدك تلحن وحدك كل شيء وديما نخدم وديما نسجل ونعدي في برشا وقت في التسجيل وليت سجل عند اكثر من بروديوسر زاده باش كان مستر سكيلز وحده كان يفارع معايا في الموسيقى وفي التسجيل. تو اللي حاولت نتنوع ونتوسع، فهمت؟ تعامل مع برشا عباد، تعاملت مع برشا ناس باش نحاول نطيح البرودوي ديما اكثر ما يمكن. نعمل دي برودوي وباز باش نشد الهيت. متفرغ للموسيقى اكيد، ما نعمل في شيء اخر، نعيش من الموسيقى. معيشتك سافا الحمد لله. بين يوتيوب ان لاتسنس تقول شان يوتيوب ما عنديش علاش نخبي عادي. نعمل في 5000 دينار، نعمل في 4000 في الشهر. هاي باهين بالنسبه لي باهين هذه. باهي 5000 دينار ولا 4000 دينار في الشهر، قديش يمشوا منهم للموسيقى وقديش يبقاو لبستك وماكلتك وتفرهيدك؟ دوك وليت نحكي على الموسيقى تحكي على لبستي فيها وكل شيء خاطر ديما فما لبسة الموسيقى فما لبسة الإنسان أكيد باز. لكن ديما احنا أنا نشتعمل ناخد دبشي نورمال ونزين أموري وكي لبستي تصور مش خبيها بعد نصورها باز مش تبقى للتصوير، تبقى لبستي. نحاول نتعارك مع الحياة، نحاول نسهل على روحي، نقص على روحي في حاجات، منقص من حياتي برشا حاجات معناها باش نحاول نصرف أكثر ما يمكن على الموسيقى باش نحاول نقرب للببليك أكثر. قديش واخذ الموسيقى من مصروفك من فلوسك؟ 80%. 80% برسك الكل حكي معناتها 4 ملايين للموسيقى ومليون تعيش به. هكاك ساعات ما تجيش 5، ساعات تجي 4، ساعات فهمت تجي 3 و8 ساعات فهمت تطيح شوية. تو أنا تسمى متحركة شوية بحكم التراك الأخراني والRPM طالع ودينار 800 على الفي ومع سافا تفرهد الأمور. لازم ديما نبقى في الريتم هذا باش ما نطيحش معناها. نحب ماذا بيا نحسنهم نردهم أكثر وأكثر. فهمت؟ عندك ستريس متاع ما يلزمنيش نرجع بالتوالي؟ أكيد باز. الماضي باز مزيان ولا خايب؟ فيه برشا خايب برشا خايب. هاي فما حاجات مزيانين زاد في الوسط موجود. إيه؟ أكيد ندخلوا فيه عادي. به. ورئيس ماركو يتخبى طفل عمره قديش؟ 29 عمري. 29 ما عادش طفل عاد راجل سيء ما شاء الله. هاي ما شاء الله. ما يظهرش عليك تظهر مينور اصلا. صحيح نظر ديما صغير من عمري ما برشا. ديما عمري ما ديما يكون مفاجأة. ديما كان يعطي عمري تظهر أصغر. الحمد لله ربي شاء 29 سنة. تولدت وين؟ في صفاقس حبيب بورقيبة سبيتر. إذا في صفاقس راهو من خممش برشا. عندكم قدوة من غادي جنرال. أوكي. وقت الجنرال ضارب أنت قديش عمرك؟ صغير برشا أنا عمري 12 سنة هيك. جنرال ضرب 2011 عمري 15 14 كي. أعطيته وذنك سمعته؟ سمعنا وقت رئيس البلاد نتفكر في الثورة وقت رئيس البلاد وبعد عمل بعدها شوية تركات أخرين نتفكر. قابلته ولا ليه؟ قابلنا. من الناس اللي شجعوك ولا
ما كانش عندك الجرأة باش تحكيوا موسيقى مع بعضكم؟ تشجيع ما صارش تشجيع بيناتنا ولا كلام في الموسيقى مش جست ما حكيتوش. حكينا جملة تقابلنا في استوديو أما سلام على السلامة شحالك. تحشم باش تحكي مع رابور أقدم منك؟ لا بالعكس، وانت تعرف لي أنا ما خاصة في الخدمة ما أنا إنسان نصدم مع الخدمة وما لو. علاش ما صدمتش؟ توا عندي فنان ولد بلادي وناجح وضارب ما شفتش روحي ممكن معاه. ما شفتش روحك معاه؟ ما تخيلتهاش ممكن معاه. كان عندي توجه آخر وقت اللي بديت ما حبيش نطيش مثلا على العباد، باش حبيت نعمل باك جراوند على الأقل، نعمل غنياتي ونعمل خدمتي ونظهر شوية وحدي على الأقل، باش نهار اللي نظهر مع إنسان يكون فايتني بحاجة ما تكونش بوش معناها تكون جد في حقها. ما عندكش مشكلة مع الشخص كيما جاي كيما استضافة مثال ما تجيب لا تطلب مثال أما تجيب طبيعتها فهمت. كيما باش تجيب خدمة مع أي حد في العالم معناها كان كيبادي وقتها ولا حتى طورا تجي حاجة بطبيعتها ما برمش ما خططش ما عادش مخطط أنا فلان مش كلم فلان نعمل غنية تولي مش نورمال. لا بالعكس تويتات ما خدمت مع سيربون عملت مع أسمر مع حمود عملت تراك عبيت قابلت معهم في الدنيا كانت علاقتي بيهم دنيا وبعد جت الموسيقى فهمت ما بدأتش موسيقى الحكاية به. وقت اللي حليت عينيك حليت عينيك في فضاء مزيان ولا فضاء مش مزيان؟ فيها وعليها بمعنى شنو يعني؟ كي حليت عينيك وانت وليد صغير اوكي الفضاء يعني في العائلة ولا البرة من العائلة؟ فهمت العائلة. نبدأ بالعائلة وبعد نمشي ونكبر معاك. اوكي انا كانت عندي عشت برشا صراعات انا صغير فهمت بحكم انا تولدت حكيت لك في صفاقس تولدت بين بابا وامي طلقوا عمري عام. مشيت ربيت عند جدي وربني جدي وكبرني جدي وصرف علي وعلمني وقراني وكبرت عنده فهمت. سامحني هنا اوكي كي صارت تلاق بين امك وابوك من المفروض يا عند امك عند امي انا مشيت يا عند بوك؟ عند امي وقتها. امك خدت الحضانه المفروض تتلهي بيك، هي خدت الحضانه باش تتلهي بيك. اكيد جدا. مشيت انا وامي عشنا عند جدي في دار جدي. دونك اللي ربيتك عشنا وحدنا فهمت. مشينا عشنا عند جدي في دار جدي. اللي ربيتك امك وجدك؟ امي وجدي وعائلتي خوالي تربيت بين خوالي. البو حاضر؟ جدي بو كانش موجود برشا في حياتي برشا معنا المقابلات معه كانت معدودة برشا. نحبه برشا بابا وكل لكن حضورا في حياتي ما كانش موجود صراحة. في سنين خاصة في سنين اللي كبرت فيهم بديت نفهم في الدنيا ومن الحق لا أنا نمشي ساعات أنا نمشي نطل عليه ساعات. وهو علاش حسب رأيك؟ ما نعرفش ما جاتنيش حتى مرة جرب باش نسأله بالرغم من ساعات نمشي حكيت لك نطل ساعات ما نحبش نحسه بالذنب بالك. تزوج وعاود حياته؟ لا تو ما عاودش حياته. مش غريب انه لو تزوج وعاود حياته نجم نقول انه حياته تعبيت بناس جدد ممكن اما وقت اللي حياته معناتها تبقى ما فيهاش ناس جدد الأقربون أولى بالاهتمام. ما حكيت لك هذه ما سألتوش حتى مرة. جت فترة وما بررليش حتى مرة. أنا ما سألتش حتى مرة وما بررليش حتى مرة. ما توقعش حتى نجم يكون تساؤل موجود في داخلي بالك ولا في سألت روح قلت علاش سألت روحي علاش. تلقى له أعذار ولا ليه؟ لا لا. في المكتب لما باش تحكي على أبوك في التعبير الكتابي تحكي على جدي أتتخيل جدي أبوك توجع شوي يعني. أكيد مش توجعك أنت يمكن توجعه هو إذا كان يتفرج فينا تو ممكن ما نعرفش. ورجع في حياتك ولا ليه؟ أنت اليوم مغني أنت اليوم مشهور على الأقل على الديجيتال على نتصور إنه فخر إن شاء الله تكون هزت له راسه الحكاية هذه. إن شاء الله يكون فرحان بها هو أصلا من داخله معناها. تقول إن شاء الله أنت من أنا نتغنى به ديما فهمتوا ديما نتغنى به ديما تعيش له الكلمة الباهية فهمت حتى في غنايتي فهمت. شو تقول؟ نحبه يفرح كي يسمع فهمت.
نعرف اللي رايد أكيد حتى تحرك فيه حاجة حاسس يفرح بها شوي. غريبة، أنا أول مرة نحس إنه الصغير هو اللي يجبد في الكبير، في العادة الكبير يجبد الصغير. هما نهار آخر هما ياخذوا حقهم وإحنا ما عندناش معاهم حق، فهمت؟ حتى كانوا مغلطين. كنت تنجم تلومه في غنيتك؟ ما يجيش. ما يجيش. لا. مرة لومته في غنية ما بطيش. بوك صارت في غنية لومته ما عملتهاش فيه العباد. فما برشا فنانين عاشوا نفس الوضعية متاعك ولموا اليوم في برشا غنايات، مش غنية ومش ما نجمتش وتغنيت بها وصار وتسجل وبعلي ما حبيتش. نخير انه كي يسمع حاجة ترد فيها الروح اكثر من يسمع حاجة باش تزيد تعكر الاجواء اكثر. وكي يسمع موسيقتك ولا ليه؟ يسمع برشا، يوصلني يسمع ويسمع العباد. اسمع ولدي يغني، يسمع اصحابه ويسمع اصحابه. وما يكلمكش؟ ما يكلمنيش لا. الكونتاكت ماش، الاتصال ناقص برشا بيني وبينه، الكومونيكاسيون ناقصه برشا. من شكون اكثر؟ قولوا مني انا. وعليش؟ علاش ممكن هذاك ممكن اثر الغياب، ممكن هذاك خلاني ممكن تعودت على الغياب تعودت بخاطر هذه ملي صغير، ملي انا صغير متعب بالوقت بالسنين. فما وقت انا باز الانسان صارت مواقف في حياته، باز فما وقت كنت انا وينه زعما تو انا اللحظه هذه حاجتي بيه، فهم تو يجيني تو اللحظه هذه ومش لازم يعاود. في انه لحظه استحقيته اكثر مره كي تصير لي مشكله، كي تصير لي مشاكل، كنت نغمض عيني نحل عيني نلقى خالي قدامي. كنت تتمنى وقتها تلقى ابوك؟ اكيد، بالرغم خالي ما هوش مقصر اكثر من اللي تتخيل. خرجنا للحومه. عنيف ولا كالم ولا متربي في الحومه مريقل. ولا نزعيني لن نعمل مشاكل، نتقبح في الناس، محبوب في حومتي هكا الناس تحبني. اما الحومه فيها الباهي وفيها الخايب. باز انت الحومه اللي فيها شو دخلت التراك الحومه الخايبين زاد شوي ساعه، اما ما غمقتش. فسالي باكثر تفاصيل ايش معناتها دخلت ما غمقتش معناها شيخات وشي وحكايات نجم تحطمني برشا، ما غمقتش فيها. جربت وقصيت ولا شدد فران؟ تعديت منها الزنقه هذيك، اما ما عشتش مع الموضوع. شو اللي خليك تحصن روحك من انك تختص؟ شفتها شيخ، انا شفتها مرض، شفتها حاجات وجايع، شفتها تقوم الصباح تلقى روحك حالتك درا كيفاش، ما عينك في شيء، ما تحبش تاكل الصباح، ما تحبش فهمت. انا ما الحاجات هذيك ما نحبش نمسيها، فهمتك الصحه والامور، نحب نقوم الصباح ناكل حاجه ونتحرك، ما نحبش نخسر برشا حاجات في بدني. به قريت نعمل في السبور وليت نحب ندخل في تريب اخرى تو، فهمت. قريت سوا في القرايه؟ كنت في قرايتي مش نورمال. تفكر مرة أنا صغير في المدرسة كانت عندنا شهادة امتياز، تفكر استحسان. مرة جبت شهادة استحسان هي كاملة وانا أمي يقول لها خبيها وتوريها لحد. ما جبتش المرة هذه امتياز، ما نحب يرى حد، نحب يراني حد. كان نقطة تخبيني أمي وقت. نحب القراية كنت برشا، كنت ما نشدش كراسة في الدار، أما نحب القراية لدرجة إني نكبت الحاجة. أنا ما نعرفش حكيناها مرة، ظهر لي أنا نحفظ برشا. أنا عندي سبحان الله، أنا حتى تو في الموسيقى أنا ساعات نسمع تراك مرتين ما بيتحط مرة ثالثة نلقى روحي حافظ ونغني فيه، فهمت. وحتى مشتركي ونحفظ، كنت قراي نكبتها الحاجة نحطها في مخي في ساعة. معادلتي كانت ما تطيحش، ما سمنتهاش. بعد كيف وصلت لعمر معين ولت نفرت القراية. علاش؟ وصلت في عمر معين حبيت نخدم. أنا كنت نقرأ حتى قبل ما نبطل القراية، كنت نقرأ ونخدم. الناس اللي تعرفني كل تشوفني كنت نقرأ نكمل القراية. أنا العشية نمشي نخدم لنص الليل، هذه ساعة في ريستوران، بعد نروح للدار سيرفور في الباس يعني. في الباس وصغير، نحكي لك من عمر 15 قداش تخلص؟ أول مرة خلصت 2500 3000 فرنك. 3000
والله 3000. بعد بشوي بشوي بقيت نخدم غادي في الخدمة ديك وقتها لين وصلت نخلص فيه 15,000. بطلت القراية مشيت عملت فورماسيون وقتها، عملت كوافير ومشيت عاونوني دارك شوية، حليت صالون فهمت. دونك خدمت حجام. خدمت حجام. قديش قعدت تخدم حجام؟ ما عملتش عام. مش هذا اللي نحب نعمله قلت. لقيتها روتين أكثر من نتخيل. وحجام باهي عندك في يديك ولا لا؟ ايه أكيد. كنت صناعي بلغة فهمت. ما بغرام كانت شيخ، كنت أنا حجام هكا والدنيا أي حاجة فيها هكا باش تزين باش نحبها باهي. والموسيقى؟ الموسيقى بديت الحكاية بالضبط. معناها أنا حبيت نجرب أصلا إني نكتب تراكيات، وإني 2019 نجرب. بديت نشوف في روحي نجم مسكين نركب أغنية نعملها نكتبها أنا ونغنيها ولا. باهي. الموسيقى جات قبل المحاولة اللي عملتها متاع الحرقة ولا بعد الحرقة؟ بعد المحاولة الثانية. بعد المحاولة الثانية. بعد المحاولة متاع تركيا هذيك. أول محاولة متاع حرقة وقتاش عملتها أنت؟ 2017. 2017. شو اللي جاء في مخك باش قلت نحرق؟ حبيت نبعد. وقتها خرجت من المكتب ولا مازلت في المكتب؟ 2017 خرجت وقت. خرجت من المكتب. حبيت نبعد. ما عندي حتى هدف آخر. لكن مربوط برشا بعائلتك انت، امك، خوالك، جدك. وي نعرف، لكن في الوقت هذاك ما فاش فاهم. بعدت على القرايه فهمت انا ممكن انا حسيت ولا حسيت روحي كاني مقلق، كاني وليت خاصة كي بعدت على القرايه وكل بديت نحس ممكن خاطر ما تبدلت برشا حاجات ولا حاجه ما حسيتها انا، اللي انا وليت غير مرغوب فيها. ممكن حسيت وليت نحب نمشي غير عطيني نمشي نشوف حياتي في بلاصه غير مرغوب فيك من عند. ممكن انا حسيتها حتى من شيرة العائله. ممكن ما عندك كي تقول لهم راني بعدت على القرايه واني كل مره نمشي لهم براي، ها مره نحب نعمل حجامه، ها مره نحب درا شنو، ها مره حسيت روحي كثرت فهمت. ممكن انا حسيت روحي كثرت وليت قلت خلينا نمشي على الاقل رتاحهم منها الجوجمه اللي هما فيها في جرتي. هكا ممكن وحدي حسيتها، ممكن ما كانتش منهم يعني. وش عملت؟ لميت حق حرقه؟ مشيت طلبت منهم حق حرقه. عطاوك؟ عطان بالسيف. عملتهم الكل تعرف هذوكم متاع اساليب اني باش نقنعهم باش نحرق، عملتهم الكل. يصعب علي ان نتخيل العائله تعطي فلوس باش ولدها يحرق. كانت صعيبه برشا وما حبوش وصار وليت اصحابي فلان هكا فلان يعني انا نحب نمشي بعباد باش تصلح في امورها وانا قاعدوني ما عندي ما نعمل. بطلت قرايتي، كرهت كل شيء ترشني لين وليت حتى وصلت نقول لهم راني ما كان باش نبقى، راني ما نجم نفسد اموري نفسد حياتي نفسد فهمت. ما كانوش مستعدين يخسروني افي معناها. دونك كيفاش كانت الحلقه الاولى؟ الاولى صعيبه. الاولى اصعب واحده كنت ما بحر معناها. خرجتوا من صفاقس؟ من صفاقس من قرقنة خرجت. قداش من واحد؟ الحلقه الاولانيه 23 فيها 23 واحد. مشينا في فلوكا 7 متر 7 متر 7 متر 23 واحد في فلوكا 7 متر 7 متر وشوي ونص الفلوكا. وباهية الفلوكا ولا؟ طيبة نسمع فيها التكتك تعمل تك اللوحة متاحة في وسطها من داخل تكتك مكسح قلبك معناتها. سامحني دافع قعدنا برشا وقت. قعدنا نهارين في البحر. قعدنا 48 ساعة بالضبط. معاك بنات ومعاك؟ معنا 2 بنات وراجل مع مرته وبامبينو صغير. في كل ولاد توانسة وفما 2 معنا من باكستان ولا منين. حاجة من جماعة التان هذوكم حصيل. لما الكلها في كنف الاحترام ولا فما مشاكل وعرك؟ ما صارش مشاكل. العباد كل محترمة روحها. صار اشكال في ثنية وحيد معناها فهمت.
عباد تحب تمشي لامبادوزا وعباد تحب تمشي سيسيليا، فهمت؟ اللي عنده قضايا في تونس ويخاف لا يروح، كلهم حبوا يتعدوا لسيسيليا باش يهبطوا في البر، يمشي طول من غير ما يتعدى على مرحلة الحاكم متاعهم وكل. يا أخي ما كتبتش حتى باش نوصلوا لها سيسيليا. في الآخر تفهمت الناس باش تمشي الناس كل سيسيليا. شدنا النو احنا بيلينوزا وسيشيليا، تخبينا باش خرجنا على مزارة، تبعوا فينا زونا ديريكت معناها دوما وصلنا. فيقوا بكم؟ من با وصلنا جيست معناها، كلفنا رواحنا طولنا سنية وبقينا بزيد نهار وقتها وكاو. وفيقوا بكم هما؟ فيقوا بينا. التوانسة فيقوا بكم ولا تلين؟ لا تلين فيقوا بكم. شدونا تلين. وروحوا بكم ولا كيفاش؟ مش ديريكت روحوا بينا. كيفاش عرفوا ان انتم توانسة؟ مشينا بصمنا الناس كل منين تونسي تعطي بحثك صحيح معناها. الناس كل فما عباد يعطي سوري ولا يمشي يعطي بحث اللي يطولوا عليه الحكاية، في الآخر يشلقوا بيه تونسي معناها. في الآخر يشلقوا بيه غادي تونسي، غادي فما حتى عباد توانسة تصب بعضها، فهمت؟ ورجعوكم شو الفلوكة اللي جابتكم روحت بكم ولا؟ لا هزونا عباونا في كيران، هزونا التراباني، مشينا التراباني حبس وقوف هذا متاع اوراق، بقينا فيه 23 يوم. بعد هزونا كالتاني 6. قعدتوا 23 يوم في حبس؟ في ايقاف يتسمى، هو حبس ايقاف. حبس ايقاف. في تراباني. اقامة جيدة ولا ما هي جيدة؟ مش جيدة جملة الإقامة، جريري موس من غير غلاف، عرفت؟ وماكلة بالدواء، تاكل ترقد معناها، تقوم تفطر ترقد، تقوم تقى وقت العشاء، يجيبولك العشاء تاكل، تعاود ترقد، تقوم تقى الصباح يجيبولك كاس الحليب وكعبة الكيك تاكلهم ترقد. هكاك الحياة. بالدواء الماكلة؟ لا ياكلوا فينا بالدواء باش نرقدوا، باش ما نعملوش مشاكل، باش ما نحرقوش، باش ما تصير خاطر برشا فوضى. بطاو نهار بالفطور تجري كل تحرقت وكلت بعضها، فهم مش تعرف. عباد من الايامات ولات فما عباد تستهلك وتستعمل في حاجات اخرى لبرا قبل ما ولاو يتموا فك الماكله ذيك، باش كان عنده موعن قوة على حاجه يبداو يقول لي تعطيني فطورك، تعطيني درجني شبيك مش خبيل بعد، مش يعملوا قاعده بالفطور، فهمت؟ والله ما شيء. بعدها زونا كالتاني سيتا، كالتاني سيتا بلاصة أخرى وحبس آخر وسيستم آخر وأجريسيفيتي أكثر وضرب أكثر. فماش ضرب في تراباني الحق، في كالتانيا فما ضرب حتى التفركيس معناها بطريقة بصراحة. ليش يضربوا فيكم؟ تضرب غادي حتى تجاوبوا بالخايب تضرب في كالتاني سيتا، الناس كل تعرف معناها. فما عباد باش تشوفنا يعرفوها البلاصة اللي نحكي عليها. ضربت انت؟ غادي تضربنا الكل، أنا تصير فوضى في تركينا في البلاصة هذه، يدخلوا يضربوا الناس كل. فهمت شنو نقصد لك؟ أنا واحد ما يعمل عارك يتعاركوا زوز تاكل بعضها وبيناتهم وتدوك تاكل بعض ويضربوا مضروب، يدخلوا يضربوا لي بحذاء الكل واللي حاضرين والبافيون هذاك كامل. بعد شو عملوا؟ بعد روحوا بينا، قبلنا القنصل وروحوا بينا. وقتها فما اتفاقية بالترحيل معنا. على البحر ولا على الجو؟ باليرمو روحنا طيارة. يخرج من غادي المدي ساعة، توصل تونس تلقى نص نهار ونص، يوخر بيك الوقت. شو شعورك كنت في الطيارة؟ مروح وضايع شو نعمل يعني. روحت كيف دارنا كيفاش، فلوس مشيت حرام وكل شيء وقت من عمري وخيبة أمل حسيتها باش نروح أنا تو. بعد ما تعدوا نهارين اللي في البحر حاطينا ساقينا في التراب، فرحت كي وصلت أخيرا. هذه هاي الجنة اللي أنا أتلوج عليها. هاي هاني مروح. ولا والأربع شهور اللي عديتهم مش حتى عشت فيها شفتك لا روحت طول شفتهاش، ما نعرفش أي غادي. انت قديش فلوس متاع الحرقة وقتها؟ العام ذاك مشيت ب2.5 ملايين. 2.5 ملايين بش بت في جرية موس وكليت طريحة في وكليت ماكلة بالدواء ونيجي اللحم وتعرش عليه ذابحين وخاملين ومش عاملين. به روحت العائلة فرحوا ولا حزنوا؟ فرحوا لأنا لاباس،
أما حزنوا كي شافوا حالتي أنا كيفاش بعد ما روحت باص. كيفاش حالتك كي روحت؟ سكرت على روحي وقعدت عملت شيء، ما حبيتش نعمل حتى شيء، حبيت ناخذ قد اللي عديتهم غادي راح كل، وبالفعل سكرت على روحي برشا وقت. قعدت وحدي هكا. ايش قعدت وحدك تعمل؟ وحدي في الدار نتفرج تلفزيون، نقعد ناكل نرقد، حتى شيء، ما نلعب ساعات بلاي ستيشن جو. فما صحاب يجيو يطلعوا عليك؟ عندي صحاب يجيو يطلعوا عليك يجيوني صحابي عندي. تحكي لهم على اللي عشتوا ولا لا؟ اكيد بالعكس، فما ناس تجي جيسو ايش تحكي لها ورش عشت، فما عباد تجيك تحب تعرف ايش تعدى بيك. حاول لا تيأس. الثانية 2019 معي مشيت لتركيا، ما مشيتش في البحر. بالنسبة ليك البحر ما عادش؟ هذه اللي بعدها بديت قررت نعمل موسيقى سيبون، تو باش نبدا حياة جديدة. وش عملت في تركيا؟ كيفاش الرحلة بتاع تركيا؟ تركيا مشيت الطيارة كما الناس كل منا، عملت قصيت بيه، قصت لي روتور باش كومسي وقتها شاد على باش بتعداش باش تقص عليك او ما تعرف. قصيت بيه لي روتور، خذيت فيها بتاع 10 ايام تك على الروتور، عملته بعد 10 ايام. قلت نمشي نعمل محاولتي انا، كان ما مشيتش الامور، تو بعد 10 ايام نروح نمشي نعمل ايامات انا غادي تو نروح. ما ساعدش من عند الدار كي العادة أخذت الفلوس. المرة هذه ما أمي باعت ذهبها، المرة هذه باش عطت باعت ذهبها. أمي وقتها اللي بالرسمي حسني أمي بديت نضيع منها شوي، نهرب منها شوي، وليت ما عادش نحكي لهم شيء، وليت نخرج نغيب أنا برشا وقت، ما روحش، ما عادش نديكلاري أنا وين وأنا إيش نعمل، وأنا رجعت على روحي بالخايب. أنا بقيت برشا وأنا ما ضايع، ما عندي حتى شيء حتى ما نعمل، بقيت برشا لوج على روحي، ما لقيتهاش. حبيت نعاود نخرج مرة أخرى، مشيت لأمي قلت لها فما سنية أخرى أمي هاو مش بحر تعاوني. قالت لي أمي ما معاونة لا ما مش تو نمشي نبيع ذهب، قالت لي نعطيهم لكم شي يخرج. قلت لها ميسالش. قداش عطاتك؟ وقتها قصت البيي قصت لي البيي وركحت لي الأمور وكل، وحسيل وزيت معايا 500 يورو كاو، معناها فوقي 500 يورو معناتها يجيو في صبيتهم في الباسبور هذوما معناها مليون 700 بدخل في الطيارة وأوتيل. الأوتيل لا، الأوتيل اللي خذينا تيستاسيون من الأجانس كوم سي فهمت الفازة عطيهم هما باش أنا نتصرف غادي في أمور. هبط غادي عملت؟ هبط غادي في اسطنبول، مشيت لك سراي طول، قصيت الأوتيل وصلت تعب. النهار الأولاني ما عملت فيه شيء، النهار الأولاني رقدت طول، مشيت قصيت أوتيل طول، طلعت رقدت تعب السفر وكل. عندك شخص غادي باش ينجم يعاونك ويوريك؟ نعرف حد وما نعرف شيء وما نعرف حد. مش يقولوا يلزم عندك حد غادي باش فما هي هكاك، وفما العباد، فما عباد تضرب وحدها، فهمت؟ ما اللي ما عندوش برشا فلوس باش يمشي لشكون، خاطر فما غاديك كانت كل محطة تدفع مونطو معين تعديك عباد، فهمت؟ أنا لا، مشيت من هاك العباد اللي تضرب وحدها، تمشي وحدك على ساقيك كساك وماكلتك، تشوف جروب تخرج معاه وتخرجوا مع بعضكم 3-4 من الناس. أبط في أكسراي، مشيت لأكسراي، رقدت غادي وارتحت غادي في قصيت أوتيل. قمت من غدوة الحي مشيت فما جردة في أكسراي، سمعت يتلمدوا فيها العباد اللي تحب تحرق والعباد اللي تحب تعدى اليونان وكل. مشيت نطيش شكا في روحي بين العباد، نسمع في المواضيع، ناخذ في أفكار منين يمشي وكيفاش وكل. نسمع العباد تمشي لإيديرنا بلاصة اسمها إيديرنا، فما عباد تمشي تقص من إبسالة، لازم مناطق حدودية زوز. أنا إيديرنا سمعتها أكثر وحسيت فيها شانس أكثر. مشيت نسأل، طلعت تمشي بالباسبور، معناها تدخلها بالباسبور يديرنا، ما تعديش هكاك. مشيت كارت قص $1 وتمشي، قسيت $20 دار لي ومشيت لي ديرنا. من النهار الثاني يعني من غدوة الحي مشيت طول يديرنا، وصلت لي ديرنا قابلة بلدة يديرنا اللي صوروا فيها حريم السلطان وصوروا فيها تتبع تركيا. هي مسلسل هذاك مازلت في تركيا؟ اي مازلت في تركيا. منطقة حدودية، هي تجي يتعدى منها النهر الحدودي هذا اللي يفصل ما بيناتهم. ما نعرف حد زاد في ديرنا، مشيت قصيت اوتيل، خلي حطيت دبشي وخرجت
خرجت نشمشي ريحة العروبة باش كالعادة ندخل نسمع فما شي مواضيع نسقسي منين الثنية كيفاش لقى زوز جزيرية تعرفت عليهم أول ناس تفكر اساميهم محمد وحمزة. سألتهم كيفاش شنو برنامجكم سامحني شنو برنامجكم فما شي خيتك شكون يخرجوا جروب خلينا نخرج معاهم خليك قالوا لي فما حراق اسمه بوعلام رجل كبير عمره 60 يا يلمت في جروب نعطيه كل واحد 100 يورو باش يكون جيد في الثنية بارك ولا ميسالش انا عندي 500 يورو صرف منهم قريب 100 قالوا لي احكي معناها متاع 400 يورو 300 واش هكا مشيت نلقى محضر جروب مغاربة وهذوما 3 ولا 4 جزيرية معاه اللي كان باش نقص منهم واحد بعد ما حبش يمشي مش واخذ فلوس من المغاربة حب ياخذوا لهم فلوسهم مش يخلي بيهم مش يقطع بيهم واحنا معنا كان باش يهز جزيرية وقال لي انتي توكل في الليل نلقاك في البلاصة الفلانية تخرج معانا نمشيو 5 من الناس كنا ماشي 5 من الناس بعد ولينا 4 قصدنا ربي خذا الفلوس من العباد هرب بيهم وانا وقت هذاك عطيني ما هربش بينا احنا نحب نمشي ما نعرف حد خاطرني مشينا خرجنا على ساقينا بقينا نمشيو في وسط الأراضي متاع عبيد الشمس متاع القلوب هذوك عالي برشا ولاصق في بعضه باش ما يشوفوناش من بعيد في المنطقة حدودية كلها كازرنات صحيت بقينا برشا نمشيو في وسط الحقول هذيك متاع عبيد الشمس هذاك بالدمومة والدنيا وانا في باليش هما حضروا رواحهم وفاهمين الفازة فهمت في باليش انا نص مريول قصد ربي نتمشى مشيت بكلي بالدمومة وشويشة هليكوبتر تير بعدك أنا هذيك نهر الكل دخلنا اليونان شدونا في اليونان هذا الحراق هرب بينا وخلانا وحدنا في بلاصة اسمها بولتس يخفل الطار هو كان عايش في اليونان حافظها ويعرف كيفاش احنا في ساعة شدونا هزونا غادي ضربونا برشا كسرونا عظامنا عملونا برشا ضرب برشا ضرونا بدوناتنا بالضرب كسروا لي ضلوعي أنا يضربوا فيكم علاش؟ ضرب غادي يتعاملوا بكفر مع المهاجرين ادخل على الانترنت وتفرج معنا اكتب كيفاش يعملوا بين تركيا واليونان كي شدوا حراق ايش يعملوا لهم كيفاش تشوف حاجات عجيبة فكنا دبشنا تليفوناتنا وخلونا حد شيء وضربونا وكسرونا عظامنا بالضرب علاش بعد بزودياك يعديونا من الواد وعاودوا تعيشونا في تركيا عاود شدنا الجيش التركي عاود هزنا الجيش التركي بقينا في الجزرنا جمعة عندهم بعد هزونا بصمنا في عند الجندارم عندهم هما الجندارم مش الحرس وسايبونا في تركيا في اسطنبول في العادة رجعت نقطة صفر أكثر طيارة تستنى باش تروح بعد 10 أيام في بالي باش نروح تفك لي باسبوري صارت لي مشاكل مع عباد فكوا لي باسبوري رسالت لي رجعته بالفلوس وروحت. علاش فكوا لك باسبور؟ دي برشا عباد تفك لهم باسبوراتهم الحاكم يفك الباسبور ولا شنو؟ هما يجي يدخلوا لك بصيفة حاكم فهمت أغلبيتهم أكراد هم الأكراد يحكموا في الشارع متاع تركيا الأكراد يحكموا برشا في الشارع تركي تعاركوا حتى بالسلاح في تركيا والناس تعرف برشا عباد تاع عناد جرت شو معناتها براكاوك قالوا لك الباسبور؟ اي فكولي فك يعني وانا هوني هاي وحاجتك بيه وانا هوني برا اشكي برا عيط برا عمل تحب برا عمل اللي تحب انت تعمل. وقديش رجعت باسبور؟ 1000 منين جبتهم؟ انت خرج ب 500 وصار في 200 الأمي كالعادة والدار وأمك بعثت لك 1000 خذيت باسبور وروحت كالعادة ديبريسيون دار بلاي ستيشن نتفليكس ولا أصحاب يجيو تحكي لهم شنو اللي صار أحكي لهم شنو اللي صار. هذا عام قديش؟ 2019 ايش صار تو باش ولينا نغنيو كي روحت في المروحة هذيك قعدت في الدار سكرت على روحي قريب 6 شهور بقيت في الدار ونخرج نسمع أنا دي من قبل نحب موسيقى جوي نعشق الجو هذاك نحبه قبل أنا صغير عملت فكر كونسيرفاتوار مشيت عملت جيتار عملت شوي هكا بدالي الغرام. تفهم موسيقى معناتها؟ نفهم بالوزن ما نفهمش يعني لكورات ولا باز باش نورمال مانيش معلم قريتش برشا خاطر صغير زادا بديت في الدار ندندن قعد في الدار نشد ستيل نجرب لأن ألحان
مش الحان مش نورمال يعني. اكثر حاجه أنا نحس روحي فيها مش نورمال اني في كل لحن نلقى الفايب في ساعه نشد البيت نشرحه نجم بديت نخربش ونكتب. سمعت روحي في مرات نغني وحدي في الدار، هذه أغنية زعما تجيب زعما نسمع، وليت سمع أصحابي وليت سمع ناس هكا دايرين بيا، فهمت. دي مرة صابر ودلهاش ولد حومتي يسمع فيه، أنا كل مرة يجيب أحزان يبدأ يسمع فيه. هو كان عنده علاقة بصاحبه، فهمت، مولا استوديو يخدم معاه ديما، وكانوا يخرجوا يغنيوا في مهرجانات يمشي معاهم ويمشي يعملوا زاد اللي يصوروا الكورمتراج والفازيات. قالت انا نزك الاستوديو جرب اللي تعمل فيه، امشي جربوا منك الاستوديو، اسمع روحك، اكتشف الفنان اللي فيك. كان حسيت روحك تقد برا اقصد ربي انا معك نعاونك باللي انا نعرفه ولا بعلاقاتي للعباد اللي نعرفهم، اللي يصور لك اللي باش سجل لك. انا مثالش نجيبه شكون ونتصرفوا ونجربوا نعملوا فاز. هزني الاستوديو وقتها مشيت سجلت اول تراك نتفكر انا كنت امي مع عبد السلام نوالي في نيكس، بعثت له ميساج يذكره بالخير عبد السلام راجل ان شاء الله ربي يخليه. قلت له عبد السلام راني تغرمت انا بالموسيقى، نحب باش نجرب فازتي، وكاتب راني زوز تراكات والله نتفكرها تو، كاتب راني زوز تراكات. اما هو ذاك اللي حسيته هكا اقرب اني باش نبدا بيها وتراك. اسمع لي واسمعني وريبوندي لي على واحد فيهم قال لي هذا خير. مشيت صبيته هو كان يتفرج علينا تو يتفكرها الفترة يرجع حتى. مشيت صبيته تراك، وذاك كان الكونتاكت الوحيد يعني ما كونتاكتيتوش بعدها ولا. وانت علاش من دون كل الرابورات اللي موجودين؟ خاطر امي معايا وقتها على الفيسبوك، خاطر امي معايا على الفيسبوك. انت كنت تسمعوا؟ كنت نسمعوا عبد السلام، نسمعوا من البدايات نتاعو. به وقتاش الامور بدات تولي جديه في الموسيقى؟ الامور بدات تولي جديه تحسها جديه ديما بعد اول مليون. ديما صراحه عملت مليون، نجم تعمل مليونير. بالاغنيه نمرو قداش عملت اول مليون؟ الاغنيه الاولى الثانيه ثالثه؟ اليوم في الحومه وغدوه في روما غنيتها. اي هذيك ثالثه، هذيك اول مليون. وكيفاش استقبلتهم هك الارقام اللي تزيد بالبرشا؟ ضرب ما طلعتها وقتها ما كانتش كي هبطها ما مشيتش على الاول. بعد الرفران شويه نتاع الرفران مشاو على التيك توك. جت في وقت الناس كل تيزة على حروق وعلى الخروج وتسمعوا في حومتك فلانة ومخرجوا، الناس كل تسمع فيها تعرضني في التيك توك. حبيت تبدا في الشقف واليوم في الحومة وغدوة في روما. حبيت مسيت جماعة الغربة، فهمت. وجماعة الغربة مش كانت توانسة، مسيت جزائرية وليبية ومغاربة ومسيت برشا، فهمت. مشيت فيسا عملت لي فات المليون بعد يعني تاع مبقاش الريتم هذاك متاعت. اما بعد ما حفيت المليون حسيت روحي عندي انرجي اخرى، فهمت. لازم نلوج على المليون الاخر باش ما نحسهاش ضربة حظ. صحيح، باش ما نحسهاش صدفة تجاه مليون. لازم نشد مليون اخر. ولا وماذا بيا لو كانت ثانية تكون زوز مثلا. عملت 6 ولا 7 تراكات نورمال، ريتم عادي، 100,000 50,000 90,000 60,000. ما فقدتش شويه ثقه في روحك وقتها؟ لا. علاش؟ خاطر عارف روحي انا مانيش عايش برشا مع الموسيقى قبل، وعشتها برشا وبعد باش عملت موسيقى. لا انا تو دانكو ملي حسيت روحي قديت هكا نركب اغنيه ونعمل اغنيه مشيت ديريكت قلت نقصد ربي، فهمت. معناها عارف اللي راني مازلت نشرش على روحي، متاكد اللي راني مش كان هذيك تنجم تكون لي مليون صحيح، اما راني جاني نلوج على فاستي وين انا وين نجم نلعب بالباه. شديت المليون الثاني في تراك زاد على الغربة، اسمها الغربة الغنية. قل لي وينهم زاد عذابهم، ضاع شبابهم هجروا خلوها ترابهم. تفكر هكا سامحني كان مشيت أمي، سامحني كان مشيت بعيد عليك، سامحني بابا حياتي ظلامة بلا بيك، غدوة نجيب فلوس وعمري ما نخليك. فهمت. مشى
ثانية مسة العباد، خاصة دخلت الفيرس وعرفتها سامحني دي غربة مش نورمال، عباد تبكي في فيديوهات تيك توك أغلبية الناس تبكي. جماعة الغربة أكثرية نساء يبدأوا يبكيوا ويبدأوا في وسط الفيديو فهمت اللي أنا مسيتهم وقتها، بالرسمي مسيت بنات أكثر من اللي مسيت أولاد ولا ليه؟ وقتها نورمال، لا وقتها 50 بالعكس ولاد أكثر عندي في الشان في الستاتستيك وقتها دين 60-70 ولاد خاطر على تيك توك برشا بنات اي برشا بنات ولات بعد حبة قلبي وقتها جاني برشا ببليك من البنات من حبيبة قلبي وقتها مسيتهم هما دخلت في التيران متاعهم. فما رابورات بداو يتلهوا بيك في الوقت هذاك ولا ليه؟ لا جملة قعدت مجهول عند الرابورات جملة اي في صفاقس في صفاقس ما خرجتش من صفاقس في صفاقس باهي المليون فناني صفاقس فماشي حد كلمك من صفاقس باش ما نكونش ظالم لحتى انسان معنا. كلمني حسين بالرمضان اي وعملنا ديجا غنية قبل مع بعضنا انا وقتها مازلت كيبادي وما عطاني فرصتي وقتها هذيك الرهال وانا ميسالش خاطر الوقت هذاك كانت كيفاش كانت ممكن كونفيرماسيون من عنده هو بحكم اقدم مني اللي انا فاليدي. ممكن اضافت لك الاغنيه هذيك ولا ليه؟ ما مشيتش الغنية. علاش وقتها حسام حطني في جو هو حبني نغني رابي لا ما تعملش شون رابي خاطر هو يعمل شون دوك انت حاجته برابور صحيت وحبني انا وحبني الرابي ما حبش يعديها الباس لحد اخر ولا يفوت. اما انا حبيت نعمل فيها شون. انا كنت نتصور روحي نزيد هالغنية كان غنيت فيها خاطر تمس عملنا غنية على تونس غنينا على البلاد غنينا على تونس غنينا عليها بالباهي وقتها فهمت ولقاتش نجاح كبير الغنية. اما عملتها ببلاش ولا خلصت لا ولا ببلاش. كلمني قال لي مارك وانتي وين؟ قلت له في الدار. قال لي انا في استديو نصبوا في تراك جيت تصبوا معنا؟ مشيت صبيت تراك معهم. كتبت بالوقت ولا عندك نص هذيك؟ كتبت بالوقت غادي بعد بالوقت باهي دونك هذيك كانت اول مره نكتب فيها بالوقت. العاده ديما نحضر ونبقى ديما تحضر. بعد المرحله اللي جت من بعد المرحله اللي جت من بعد كي بدلت البرود وقتها ركحت في استوديو مشيت بحذا مستر سكيلز وقتها ولينا نقعدوا مع بعضنا مش باش نسجلوا ولينا نقعدوا مع بعضنا باش ندرسوا شنو باش نعملوا وين باش نتوجهوا. وقتها بدينا نخموا انا ومستر سكيلز كيفاش باش نخرجوا احسن فيرسيون فيا معناها موسيقيا. وبدينا عملت تراكات ديجا تراك الغربة استغفر الله العظيم هذا اللي عمل 2 ملايين ومن بعد اليوم في الحومة. وقتها البداية بدينا مع مستر سكيلز وقتها بديت نوسع في بالي في الخدمة وبدا لقيت شكون يمستر لي موزيكتي بضمير معناها يعطيني حقي في الماسترينج أمن بيا فهمت. بعد لين جات حبيبة قلبي هي كانت قلبة في الموضوع هي اللي خلتنا نظهر أكثر للناس. الغنية قديش تكلف لك وقتها؟ ما تكلفش الغنية حكاية قديش؟ بين التسجيل والتصوير ولا هذه ما تفوتش حكاية 300 دينار والحكاية هذا حكاية فارغة 400 و500 دينار تفوتش ماكسيموم هذه. وقت اللي وصلنا لحبيبة قلبي وقتها في حكيت لك تكلفت 1000 دينار بمصاريفها الكل كليبها وتنقلاتها وبالاوديو نسجلوا وحدنا وانا في استديو وما شاء الله تو قداش وين واصله حبيبة قلبي؟ 6 وشوية 6 ملايين 6 وشوية. تو عندنا مردومة تو باش ان شاء الله مع مستر سكيلز والسف زاده عملنا تراك مزيان برشا ان شاء الله وخلط عليها باش يفوت 5 وشوية. احنا تو فيني عام تو في 2000 وقديش 2025 فما مرحلة مهمة انك تقابلت مع سمارة. كيفاش الظروف اللي خلتك تقابل سمارة؟ كيما حكيت لك مرة الأخرى كلموني هما باش نمشي للبرود وقتها باش سمارة أول رابور تونسي فاق بيك؟ أول رابور تونسي كلمني يعني وانفيتاني معناتها
سمارة ليفل عالي. ايه إذا كان المكشف فيك حاجة، اكيد. أنت الحاجة اللي شافها هو فيك أنت كنت شايفها في روحك؟ اكيد. شنو هي؟ نعرف روحي نوصل نقدها، هذيك البوم الكبيرة نعرف روحي نقدها. مشكلتي إمكانيات، كيما حكيت لك يدي راني عندي تراكات، عندي بس خط تراكات مش مع حاضرة أكثر من 70 تراك فيهم الهيت فيهم، وغنيت حتى عندي تراكات غنيت حتى بالعربية الفصحى أنا بطلاقة ما بتلقاهاش عند أكبر الشعراء والحمد لله. كاظم الساهر ما تلقاهاش، تنسمعك منها بعد شوية بعد تفهم اللغة اللي نحكي لك فيها. فما الهيت ولا فما بس خط زاد، فما الهيت العربي زاد مش الهيت هنا متاع مش تاع 4 و5 و10 ملايين شو نحبه موجود بإذن الله. لكن حاجة كيما نكا ركز تعطيها حقها، كيما السلعة اللي باش تبيعها باش تزينها بالباهي وتحطها في الفيترينا باهي باش على الأقل حتى ليماج راهي تزيد حتى تطلع لها الكوتا نتاعها. أول ما تقابلت مع سمارة مشيت للبرود، كان عندك تراك شنو اللي مشي؟ شنو باش يطلب منك؟ شنو وقعت يا أقل حاجة يحب نعملوا عجبتوش يحبش نعمل أنا ويا غنية، حبش يدخل فازتي في فازة من فازاته. فهمت أول نهار كيفاش كان؟ أول لقاء في البرود مشيت دخلت البرود نلقى الكيب ملموم عباد عبسي وسامح والفاميليا وشوية ارتيستوات الولاد. لقيت يانجر زاد نهارتها في استوديو سيربون برشا، فما لما متاع موزيكا فهم. سلمت على الناس كل، قعدت في وسطهم، مرحبا بيك، رحبوا بيا الناس كل. قال لي سمعني الأسمر، مش عندك شي حاجات حاضرة مش هابطين بخلاف اللي موجود في الشان. سمعتوا موزيكات، سمعتوا فما موزيكات ماشيين في الشاني تو ما شاء الله، سمعتهم لوليلو عجبوه. قال لي من اليوم كان انت تحب معناها اوكي تكون معنا في البرود في لسا هوني، تعمل معنا كونترانت لهلك بخدمتك بكليباتك تصويرك تسجيلك دنيتك الكل، ما تخمم في حتى شيء. وانا وقتها كنت عارف هذيك اش ناقصني، يعني البرود ناقصني برود كاس حوراي فقط تأمن بالمشروع. برود تأمن بالمشروع، أنا نعرف روحي نعرف فكها فكان مع العلم. ما تخافش تتحسب على سامح وعلى سمارة يعني. وعملت الفنية كانت مع لسا مش مع سمارة، فهمت. أنا حتى بقيت بحذاه وين ما طلبتش منه حتى بالفضل باش نغني أنا وياه غنية، فهمت. بالرغم تعاشرنا ودخلنا في الصحبة وصحاب ونخرج ولينا مع بعضنا وكل نعديو في برشا وقت مع بعضنا، وما طلبتش اني نغني معه. لكن غنيتوا مع بعض؟ هو طلب وقتها باش نغني معه. هو طلب؟ قال لي هاي اخي ما وديجا استغربها الناس كل تجي يعرفوا برشا عباد تجي وهاي استثمر نصب وهاي درشني. انا لا، انا خشمي بالله فهمت. عادي حتى حاجة نحبها مش نورمال ما نظهرش احتياجي ليها، فهمت. صبيت وغنيت انا وياه معني بطلب منه هو وقتها في الدار. وقتها حسيتها باهي. قديش راضي على الغنية؟ مش برشا. علاش؟ خاطر ما كانش عندي رأي في اختيار لا تايب الموسيقى لا حتى شيء. اختار البيت غنيت في البيت. انا نعرف لو كان وسعنا بيننا الليلة هذيك مثلا، ومع عندي زوج تراكات مع اخرين، عندي تراك انا وياه نتصور حكاية كبيرة. تصور انا ما شاء الله. انت وسمارة مسجلين حاجة مسجلين حاجة مش هابطة. وفيش تستنى باش تهبطها؟ دريل عملناها وشون هكا ومزيانة. فيش تستنى باش تهبطها؟ في ألبوم في عنده تراك في الألبوم في اللي هبط الألبوم عنده هو. الألبوم في اللي هبط منه تراك واحد، التراك اللي هبط وقت اللي وقف معنا في الحبس. ذاك أول تراك في اللي غناه. التراك أنا وياه في ما عنديش الحق نهبطه معنا. هو يهبطه معنا؟ ما عنديش الحق نهبطه، قراره هو. إن شاء الله ربي يفرج عليه يروح. مرحبا. مش حابب نفهمك هادي راني معنا ينجم ساعات فيت كيما تحكي انت يكون فيه فايدة ويعاونني حتى في نوامر في كذا باش يجيب لي كوميونيتي جديدة. ما نجريش على الفرص هذيك. أنا كل حاجة نحبها تجي كوريكت صحيح.
ما خفتش تتحسب على سمارة؟ كيما حكيت لك ما كانتش معاملتي اي معه. اما عند كي غنيت معاه الناس والرابرات ما يفرقوش. اوكي يقول لك هذاك تابعه هو. معناتها ريت الناس اللي ما تحبش سمارة وتكلاشي سمارة مثلا يقول لك هو وجماعته. إيه لا تعاملت انا مع عباد مع ناس مع علاقتهم معنا مش واو وسمارة ما ذكروها لكش حتى ضمنيا؟ ما حسوكش؟ انا ديما انا ممكن نخليها تكون الامور مفهومه. الغايب خليه غايب، عندك مشكله مع حد خليك انت وياه، خليك الغايب لا تجبدش الغايب. فهمت؟ انا ما نعطيش فرصه انا بطبيعتي. مش كان مع سمارة اي حد من صحابي ولا حد نعرفه ما تجبد ليش حد مش حاضر بعدين. ايقاف سمارة صدمك ولا تفكروا النهار هذاك؟ اكيد تتفكروا النهار هذاك؟ اكيد اتفكر. شو اللي صار فيه النهار هذاك؟ احنا كنا في الكامبينج، احنا كنا نكامبيو في بنزرت كبسيرات. كنت في كبسيرات؟ الجبل والواد والبحر. عشنا شهر رويش احنا غادي نمشيو شوكيز هكا فازا ووب نروحوا ولد الجبل، ما نروحوش للدار. نمشيو نقعدوا غادي نصيفوا نهزوا الكلاب نهزوا هكا نعملوا جو. فهمت؟ جيت سكي نخرجوا للبحر نعملوا دورة نعيشوا في جو. كامبيو في خيمة نهزوا ماتريال هاي نكريو رانا دار ونخرجوا الخيم معنا هكا نحطوا ماتريال نهزوا ديما ماتريال الاستوديو وكل باش نسجلوا ديما نحطوهم في الدار ما نخرجوا للخيم ولا نتمرمدوا لها. فنشيخوا بالجو هذاك. روحنا من الكامب انا وقتها داري في الواحات، روحت انا لداري مشاو الولاد روحوا لدار سامح. رقدت فقت 9 العام تاع الليل هكا، فقت 9 متاع الليل انا وبحذايا مستر سكيلز وقتها وجيه مش في الدار نتكلم. قال لي لا مرة تو جاو هزوه من الدار. سمعت يعني بالتليفون علاش هزوش فم والله ما قالولناش. قعدنا كيكا قاعدين نستناه واحنا على عارفين علاش لا لواش هزوه ولا شنو القضية لحد شيء. كان بعد من غدوة الحي باش فهمنا القضية هكا وهكا وراي سايرة قضية هكا قلت يعني التيتر متاع القضية عرفنا كان غدوة معنا. قلت الزهر ما مشيش معايا معناتها وقت اللي مستحق البرود ومستحق والأمور ضحكت لك وكل شيء جيت الإيقاف هدايا فزت كل شيء. أنا هدي نرضى بالقضاء والقدر خيره وشره. وفي الوقت هذاك والله كان مخي عليه أكثر من مخي في البرود اللي مشي ولا اللي خاطر كيما حكيت لك بعد تعاشرنا ودخلنا في صحبة وخيين نعيشوا مع بعضنا ونخرجوا مع بعضنا ما عاش على بالي تو برود على بالي إن شاء الله لاباس إن شاء الله يكون بخير وإن شاء الله تكون حكاية وطوفة ولا إن شاء الله يكون خطير شيء موضوع إن شاء الله يا رب ندعي واحد إن شاء الله إن شاء الله يا رب خلص له. وصلت له رسائل في الحبس ولا لا؟ والله لا بعثتلوش. تكلم أمه؟ لا تشوفها عادية؟ لا ما شوفهاش عادية. كيفاش نفهمك هادي دارهم هما اللي اختاروا يقاطعونا. فهمت؟ صحابه الكل معناها أنا ما قررت معناها كيما يحبوا هما خير. علاش؟ ما نعرفش. حاولت انك تتواصل؟ اكيد حاولنا الكل حاولنا الكل تواصلوا ما يحبوش سبحان الله. بريكش يحملوكم مسؤولية انتم السبب؟ ما عندناش حتى مسؤولية احنا يعرفونا نضاف يعرفونا مش مستحيل باش نغروا بيه في حاجات. بالعكس شوف انا نحكي لك وين نمشيو نكامبيو ونمشيو نجريو ونعملوا سبور ونعملوا حاجات ما نش صحاب سوء احنا. فهمت؟ بالعكس حتى الناس اللي كانت سبب في المواضيع هذه ما نش احنا معنا مش احنا سبب. المشكلة اللي هو اصلا فماش واحد معنا صاحبه يكون في الحبس مش يحاول يكونتاكت دارهم ولا باش يشوف مستحقاتهم يستحقوا حاجة ما. واصلا عبد في الحبس كلمة باهية هو ما نتصورش كان سامح ولا الوالدة متاعه ولا عائلته مستحقين فلوس. ما هم مستحقين كلمة باهية. عبدي طيب لهم خاطرهم ناس موجوعين ناس محروقين يراو ولدهم. كل الاحترام ليهم وكل التقدير اما ما يحبوش.
حاولت مرة 2 بعثت مساجات؟ مش كان أنا الولاد كل أصحابه حبوا نسألوا رانا ونحبوا نشوفوهم، نحبوا نسألوا عليهم ونحبوا حتى أنتم في بعضكم الأولاد كأنكم بديتوا تبعدوا على بعضكم. التيم اللي كان مع سمارة كانوا بده يبعد، كانوا بده يتفرق. بس هذه كل واحد بيشوف حياته، هذا مش تبقى العباد ملمومة قاعدة كيك عمو. كانت لمتنا برود احنا تيم هذاك والعباد هذيك كانت لمتها برود. سمعت انه فما بعد البروديوسر هذاك مشى شاف بلاصة أخرى يخدم فيها، وهذاك الارتيست مشى يلوج على بلاصة أخرى باش يسجل فيها ويجري على تراكات ودنيا أمور، وهذاك يخدم على روحه يحب يعمل فيها، مش تبقى ملمومة الناس بتبيع. سمعت انه فما غنية فري سمارة سجلت. صوتك وينه؟ كلمنا عليه أحد منطقي. استغربت كيف كلمنا عليه أحد اللي رموا أول واحد أنا صوتي فيه، خاطر ما ضربت معنا مش بتراك مش بسنين مش بمحبة، فهمت. بعد في الآخر وليت نخدم أنا بيهم، وليت نخدم بيها أنا سمر. قالت لي وانتي خذيت قرار ما عادش تغني على سمارة، باش ما عادش يقولوا عليك تخدم سمارة؟ مش الناس قالوا لي أنا من برا ولا بيبليك، ولا بالعكس بيبليك فرحان بها الحاجة هذيك. بيبليك بالعكس أنا كي نغيب شوية ما حتى ما نبارتاجيش هكا ستوري ولا يكلموني تنساش خوك بالله بيبليك بالله ما تنساش الأسمر ديما. دارهم قالوا لك ما عادش تعمل تغني في سمارة؟ مشكلة لي أنا الناس كل وانا نحترم ديما الامور هذه. ما يمكن خاطر زاد كيف ساعات فما يمكن اغنيات تنجم تشوش على القضاء، تنجم تشوش على التحقيق. تعرف اسلوبي هذه، فهم ما نعرفش اسلوبي لطيف وكلين ونظيف، مش علي ما ندخلش في تفاصيل القضايا، ديما نحكي ديما على اون جينيرال، ديما هما يعرفوا التوقيت المناسب واللي يصلح. انا نحترم الحاجات. اما تقعد نقطة استفهام علاش انا لست مرتاح العشية أول الليل معناها، ما في نفس النهار هبط تراك أنا ومستر سكيلز ظلمونا من قبل حتى ما متأكدوا اللي هما ظلموه. إن شاء الله ربي يفرج عليه. إن شاء الله ربي هو إنسان كان باهي معايا، صاحب فضل عليا كما حكيت لك في الدنيا أكثر منه موزيكا، وقف معايا وقرب لي وساني واسمعني وعاوني. كنا حتى دخلنا في العشرة بالبرشا، بكينا حتى بحذا بعضنا وشكينا لبعضنا فهمت، وكلينا الماء والملح، وانا قدرهم الكل معناها فهمت، هو والعائلة والناس كل الحمد لله لاخر لحظة مريقل ونظيف. لو وصلت بعيب لو وصلني عيبك اللي مش نورمال الحمد لله. اكثر من الحاجة هذه معناها متاع ما عادش يحبوا ما مثالش، انا نحترم الحاجه هذيك. سينو توا الموسيقى شنو عنا البوم تراكات سي بون بريسك تسجلت، يعني هذا الالبوم اللي باش نبدا نهبط. فما فيتات ان شاء الله فما حتى في ليبيا زاد مع شكون ان شاء الله هذه خلي نسجل تراكات. انا كي نسجل انا خاطر برمجت فيت مع شكون في ليبيا، تبرمج الفيت وصبيت له صوتي وبعثت له، وهو كلمني لأول مرة يحب يعمل معي موسيقى، حضرت له تراك. أنا كلمني اليوم ما يتفاوت يعرف هو كيف اسمه يبدأ بالإيسا. لا مش هو، لا هذاك إن شاء الله أنا ماذا بيا نعمل معه في تراك، خاطر برشا الببليك طالبها برشا ليبيا كلها طالبة فيتا معها الإيس هذاك. الحاصل حضرت له الموسيقى وبعثت له تراك، بعثوا له في نهار وزاد كلمني اليوم على فيتا، انا اكسبتيت مريقل اوكي، عطيته له كيف ما ليلش عليه الليل، عاود بعثت له تراك قلت له تراك خويا
قال لي نغنيو على الحبس، نغنيو على الضيق، نغنيو على عنده صاحبه وعبارة في الحبس. قال لي ياك انت عندك ما تحكي فيه الموضوع. ما رجع لي اشتراك. بعد كي عاود كلمني قال لي اسمعني تراك هذاك خبيه على شير، هاني باش نبعث لك انا تراك صب فيه صوتك. وقتاش؟ قال لي غدوه نمشي للاستوديو ونصب ونبعثه لك. ما فماش ريحته. خاي جمعة بعث له فوكال، قلت له راي قلة احترام قلة تقدير، معروف راهو توب 3 في ليبيا. مش اسمه بتي كهوعد يا اس يا تي نزل حرف اخر سيبنا منه يا اس يا تي. كل ما هوش اس راهو تي، كل ما هوش التي راهو الاس. تنقول لك عليه بعد حسيل. ما نحبش نشهر بالناس انا. مش تشهر ما مش تشهر، فما خدمه وبطلت. بعث لحظه شوي، بعث له فوكال، قلت له خويا راي قلة احترام، وانت اللي كلمتني راك لا كلمتك لا درت بيك ولا طلبت منك الفيت ولا حد شيء. اما مش باهي تطلب مني نبعث لك تراك، نخدم لك تراك، تقول لي اوكي يعجبك التراك، بعد تعاود تكلمني تقول لي لا نحب تراك اخر، انا بعث لك تراك اخر وتعاود ما تبعث ليش. قلت له هذه نشوفوا الريسبي معناها. تحب تخدم خويا مرحبا بيك، كون بونكتيال وكون انسان صاحب كلمه وكون انسان تقدر الشيء اللي انت صدمت عليه ولا حسيت مش وقتها ما تكلمنيش من الاول. قال لي لا انا راني صايرت لي مشاكل ويعطلوا فيا ودرشنيه، وكنت نخدم في تونس وليت ما عادش نخدم في تونس وحاسيله كل. قلت له الور لا برو مريقل انا عذرت لا تي لا اس. هيك علاش انا قلت لك لا تي لا اس جي جندي. ما صارت له مشاكل في تونس. ما يسالش انا ما كبر لي موقفه وحدها تكفي. اما انا حكيت لك علاش انا ما عادش نحب نسرح ولا ما نحبش نسرح ولا من الاول ياخذ فكره اما ما نسرح بحاجه كما تكون تسجلت. عندك الحق. فهمت. انا خدمت انا والسيربون تراك، جا خدم وقتها سيربون حفله في صفاقس، تقابلنا في صفاقس ضيفنا بحذانا ديريكت، دخلنا الاستوديو ما برمجناش على سلام، عملنا تراك هبط عنده في الشان. ان شاء الله عنا روتور اخر نحضروه المدة الجاية. وكما حكيت لك راني ما عندي مشاكل مع حد، مرحبا بإنسان واي حد بشراها تمشي صحيحة معاه. لا انا باش نحشم من حد ولا باش نرد خاطر حد. كان شفت روحي معاه مرحبا، ما نشوفش روحي معاه اكيد مش تكون باسلوب مزيان وراقي معناها. ربي يوفقك، ربي ينجحك. ميرسي بوكو. وانا ديما نقول لك راهم املين فيك برشا خير على خاطر انت معناتها انسان راكز وفاهم روحك، ونتمناو لك برشا توفيق. انا باذن الله نحكيو على حاجات عربيه ان شاء الله باش ان شاء الله هذه حاجه تتفرح على انا بعث لك حاجات اسمع. حاضر يشرفني برشا. يعطيك الصحه. عايشك هذه. ميرسي بوكو. الله يخليك، كل الشرف في عايشك.